أهلًا وسهلًا، كي دايرة؟ اش اخبارك؟ جيت نسول فيك، قولي لي كي بقيتِ. إمم، تتعرفي هذاك اللي تيسميوه الصمت عقابي، هو راه صمت سكات ولكن تيعاقبوك به. الصمت العقابي من أشد أنواع التعذيب النفسي، يعني العلم تيترجم أن العقل اللاواعي هذاك الصمت العقابي تيحس به وكأنه ألم جسدي، يعني من الدرجة الثالثة، أشد أنواع الألم. تيخليك في حيرة من أمرك، تيستعملوا عليك يعني في أي محيط، يا إما شخص تيكون يعني ما عندوش واحد النضج عاطفي، ما عندوش واحد القوة ديال التعبير، هذاك الشخص اللي تيستعمل يعني الصمت العقابي ما تيكونش عنده واحد الثقة في النفس، واحد القدرة على أنه يعني يشرح الأمور، ولا تيكون واحد الشخص نرجسي. الصمت العقابي الآلام ديالو كبيرة جدا، لأنه يعني تيمس النقطة ديال هذاك التواصل الاجتماعي، وداك الغريزة اللي تتكون في الإنسان أنه يتواصل مع الآخر. كذلك الصمت العقابي بالنسبة للمرأة يعني تيذكر العقل اللاواعي بديك الآلية الدفاعية، لأن المرأة تتكون تتخاف من من الهجر، وتتكون تخاف يعني كذلك من أن الناس يرفضوها. تفعل عندك هاد الجروح، ومن الجانب النفسي يعني الآثار ديالو كما قلنا قبل تتكون يعني تتخليك ديري جلد الذات، اللوم، تتحسي أنك ماشي كافية، ماشي مرغوبة، تشككي يعني في القيمة ديالك، تتولي تحاولي تتبرري للآخر، واللائحة طويلة جدا. الصمت العقابي من الناحية يعني الروحية يدير لك واحد الانحباس يعني في شاكرا الحلق، اللي تتنتج عليها يعني واحد الضيق في الصدر، واحد الغصة، عدم القدرة على التعبير، عدم القدرة انك تدافعي على راسك، لان الاخر ما تيخليش لك واحد المساحة ولا واحد الحيز انك يعني يكونوا عندك اجوبة، ما تعطيكش الجواب. تيكون هنا في اي محيط تيكون بارد ساكت، ما تيشوفش لك في عينيك، اذا سولتيه تيقول لك ما ماليش انا غير هكا، وتيخليك في حيرة من الامر ديالك. كيفاش نكسروا هاد القاعده هادي يعني وما نطيحوش في هاد الفخ ديال التلاعب العاطفي، وديال الانسان تيكون تيتلاعب بالمشاعر ديالك وبالحاله النفسيه ديالك؟ هي انك ما تجريش وراه، ما تطرحيش الاسئله، ما تبرريش، ما تغديش هذيك الديناميكيه ديال السكات، لان هذيك الديناميكيه ديال السكات تيتغدى بها الايغو ديالو، تيغدي بها يعني داك الشخصيه ديالو. ما تتقفليش على راسك، ما تتقفليش الحوار، تيبقى الحوار محلول مفتوح، الا انني ما تنغديهش. ثاني نقطة أنني تندير واحد المساحة يعني ديال الأمان بيني وبين الآخر، باش نحفظ الصحة النفسية والعقلية ديالي. وتهلاي ليا فراسك، تتعرفيني وتنعرفك، أنا نور هدى، معالجة بالتنويم الإيحائي، تحرير المشاعر، إعادة البرمجة يعني الإيجابية ديال العقل اللاواعي والسلوكية كذلك. مرحبا بك معايا، نتكلموا مع بعضياتنا، نلقاو حلول. ما تنسيش تشاركي في القناة الجديدة ديالي ديال اليوتيوب، ومن هنا لهيه بحال ديما تهلاي ليا فراسك.